إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. قال سفيان: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي مسند أحمد بسند صحيح: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وعند الترمذي: قل ربي الله ثم استقم. وكلها ألفاظ صحيحة عند الترمذي وغيره. وهذا حديث عظيم، سؤال عظيم، وجواب عظيم من جوامع كلم النبي الكريم. فإن قوله له حين قال: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به، معنى إن استمسكت بذلك عصمت. فقال له: قل ربي الله ثم استقم. أدله على التوحيد وعلى ملازمة التوحيد والاستمرار عليه والدوام عليه والعمل بمقتضاه. فإنه إن سار على ذلك عصم من الفتن كلها. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فصار ما تضمنه هذا الحديث الاعتصام بالله وبحبل الله، والعصمة من الشيطان من الفتن، لقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعصمة المسلم من الفتنة ومن العذاب الأليم بما تضمنه هذا الحديث
بتوحيد الله عز وجل والإخلاص له ولزوم طاعته. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حقق توحيد الله كمدلول هذا الحديث فإنه له الأمن في الدنيا من الفتن وفي الآخرة من العذاب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا يدل على أن توحيد الله عز وجل ولزوم طاعته عصمة من الفتن. دل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي وغيره عليها. وعصمة من الانزلاقات والمزلات المؤدية إلى الهلكة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ودل هذا على أن من لزم ما دل عليه هذا الحديث عصم بإذن الله.